باختصار سريع هنتكلم عن الفرق بين انواع العمليات: الليزك السطحي، الليزك التقليدي، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل. اول نوع معانا هو الليزك السطحي، وده معناه ان احنا بنشيل خلايا القرنيه السطحيه، وبعد كده الليزر بينزل بيصلح ضعف الابصار الموجود، وبعدين بنستنى الخلايا دي تنمو لوحدها. بيبقى فيه وجع شويه في اول 3 ايام، وبعد كده سرعه التحسن بتبقى ابطأ شويه من عمليات تصحيح الدم. تاني نوع معانا وهو الليزك بانواعه، سواء الليزك التفصيلي او الليزك التقليدي او اي نوع من انواع الليزك. بنقطع اول شريحه من القرنيه باستخدام مايكرو كيراتوم اللي هو المشرط الجراحي، بنرفعها، بننزل الليزر اللي بيصلح النظر، بنرجع الشريحه دي مكانها تاني، ودي بتكون اقل الما وسرعه التحسن اسرع من عمليات تصحيح الدم. تالت نوع وهو الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك معناه ببساطه ان انا جهاز الفيمتو ليزر بيعمل اول شريحه من القرنيه، وبعد كده بنرفعها، بننزل الليزر اللي بيصلح النظر، بنرجعها تاني. هي زي الليزك التفصيلي بس بدون استخدام مشرط. رابع نوع وهو الفيمتو سمايل، وده معناه ان الليزر بيبتدي بينزل على سطح القرنية، بيعيد تشكيلها من غير ما بقطع اول شريحة من القرنية. يعتبر الدكتور ما بيتدخلش جراحيا فيه، بيبقى ابسط واسهل واسرع نوع من عملية التصحيح، ويعتبر امنهم.